عيل هرب من الكلاب. تعال عمال تخاف، ما تبص عليهم بس انت. بالبريد يا حبيبي يا سمسم، عاوز ايه يا سمسم؟ يا عزيزي وعزيزتي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير. ان شاء الله اتمنى لكم في هذا الفلوج جوله ممتعه، بس خليك متامل في هذه اللفه. ان شاء الله حتشوفوا اماكن تعجبكم متعوا نظركم. بس يا ودي ما تنسوش يعني لايكات وشيرات وما ادراك والاشياء الجميله دي. مع السلامه مع السلامه، اشوفكم بعد العشاء. وانا شايفين الطرق اللي نحن هسه ماشيين فيها دي، جميع الزوار جاء كلها كان تراث بفضل الله ينسوب، كلها او معمار الفاطميين. تحس الابغره. اتمنى انه نترك شيء لاجيالنا، يقولون سنة كذا بنوا اجدادنا، لكن لا ادري، لا اعتقد ذلك. عاملين كده ليه؟ محل اللي بيفكروك الناس، واحد ماشي يعمل حركة يعني عاوز يسحر في الكاميرا، وانا بحب ذلك برضه. ولا احنا بالطريقه دي ما ليها حسبه تتحسب تمام. يجي واحد وانا بديكم نصيحة، زي انت جيت مصر ورحت لأي مكان فيها مكان تراث قديم او حاجة زي كده وحابب تعرف اكتر، لازم يعني تخلي واحد يرافقك من القايد اللي هم بيشرح لك يعني كويس، بيشرح لك بكل تفصيل الممل، ويعرفك كل حاجة أفضل مما يعني. شوف هسه مثلا المسجد اللي أمامنا ده مسجد فعلا قديم، ما بقل عن 300 سنة 150 سنة على الأقل يعني، بس مستحيل تعرف التاريخ الحقيقي إلا
يكون معاه قايد خبير يعني، خبير سياحي يشرح لك بكله تاريخه وسنة البنوا فيها وما الذي بناه. ممكن تخش جوجل تبحث بس صعب برضو تصل المعلومة الحقيقية يعني. هنا ما يشرح لك حد يعني فيس تو فيس، يعني انت بتعيش اللحظة الحقيقية يعني قدامك مناظر، والشخص في نفس اللحظة يعلم بيشرح لك. عيش وانسى. لازم ألقى مكان أصلي، حان وقت الصلاة. حان زمان. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ترى خلنا سبحان الله المصريين ما شاء الله عليهم ناس محافظين جدا، يعني الأشياء القديمة وما شخص محافظ لها بدقة حفاظ جد صعب تستمر لمئات السنين مئتينات السنين، والناس بتجي. الله، شوفوا الكليب الصغير ده جرو شكله تايه صح. خذ، لو قلت لي تعال بيجي تبعك. ضلك ماشي أمنتج اخواننا. كلمة ضلك اخواننا دي كلمة صعيدية يعني باللهجة الصعيدية. اما هنا ناس القاهرة بقول لك دلوقتي يعني معناه حالا ماشي امنتج الفلوج اللي انت بتشاهده. اتمنى لي حظ جيد. الاسانسير صف فاخترت اطلع الطابق ال15 لمنتج لك فلوج لايك شير. ده حدانا يعني ولا كيف؟ مطبات ضيقة. اندونيسي على ما اعتقد، طعام اندونيسي نفسي اجربه من يوم ما قبل جولة الطعام. انتظر الناس تمر ثم نمر. والله العملية صعبة شيخ. بيكر هو كده
ايه هاي داير وزنه وداير سبيد سبيدي يا واد حذر. فلافل طعمية بالفلافل، طعمية المصرية بالفلافل. هنا طعمية سودانية بالحمص وبالفول السوداني كمان. لا بمزح. ان شاء الله يوم كده حاعمل لكم دورة، مش دورة، جولة في الطعام، جولة في الطعام الشوارع، تتذوق الطعام المصري. في كتير يوتيوبر بيصوروا طعام الشوارع المصري، أكل الشارع المصري. الناس متفاعلة يعني، بتحب تعرف ثقافات الأكل المصري وثقافات المصرية برضو. تمام محترم. شوف زق على البنت، حرام عليها شيخ، بنت بزقوا عليها. ها طيب الناس في حاجة هنا عجبتهم تصوروا، بس ما عارف الناس تصور فيه. عليك دي فضول اعرف الناس هنا بتصور في شنو بالضبط يعني. شايف كلها رافعة تليفوناتها بس. هذا الممشى ده ممشى خرافي يا شيخ، مقهى صغيرة بس مزاجها يا عمي. القعدة لو انت قعدت هتنسى كل همومك وتعيش لحظة ريلاكسية لن تنسى. حتى ماشي خط العكس شاهي من الأمام. الصيف بتحس الدكاكين تحت البضائع بالجنبة والمقاهي في نفس اللحظة، بس المقاهي هادئة جدا. الناس بتجي بتعيش لحظة مومنت، the last moment يعني تعيشها. شو عارف أنا بحكي عن شنو زي هم مرغي، بس أحسن مما أسكت. هم بس أحرك ديل بب 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 أنا أعمل كلوز لله ماي بيكتشر يعني عشان تاخذ بهم الحتة المظلمة دي. يصلح ينفع يعني أدخل؟ شيخ والله مكان خرافي يعني، تحسوا لف 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 لف، تحسوا مكان عجيب صح؟ يوم السياحي يا شيخ. تيت تيت تيت. تعال الله اخواننا ما شاء الله الاندونيسيين تحس الناس متمسكين في الاسلام جد. الحجاب والقفاعات بالنسبه للرجال كمان. يا عمي ريحة الطعام والدخان تشتعل، ريحة الأطعمة دخان. بالله ايش رأيكم في القعدة دي؟
شنو القعدة دي مش مشوقة صح؟ تجي زيارة تعال واجلس استرخي عيش المومنت بتاعتك. شبان عايزين يصوروا فوكس عشان اعمل كروس ستريت ستريت. سبحان الله أنا مش قادر في حاجة مش قادر أفهمها خالص. عارف كيف الناس قادرة تنظم المقاهي بطريقة ظريفة جدا، يعني أي ممشى تلاقي فيه عبر سريع. ماذا طلب كده عنه اقل واجب فيها 50 جنيه ما فيهاش كده. اقل واجب فيها عليكم نادي أماكن دي ممكن عادي تمشي وتشتري كمان. أنا كيف أقدر أعبر هالزحمة دي؟ انتظر 5 دقيقة ليتما الزحمة تخف، لأن التصوير صعب يا عمي. الكاميرا بكون أنت مركزة في ظهر شخص. صور يا شباب في المعز. احنا لازم نعمل الموفين يعني. يا الله لهاي الزحمة الجميلة. راجل ورا بيتكلم قال مش كل يوم زحمة، لا أيام معينة أو أيام مخصصة للسياح تقريبا تكون مزحمة. الدخلة دي بعدين تكون الدخلة الجاية تكون أجمل. إن شاء الله كمان أسعارهم مناسبة جدا. أنا معهم نور. تحس نفسك في اليابان. الو نادي إن شاء الله انتظر بعد الباص ما يمر أقدر أزلق عليه قلت له
كان يمر عدي عدي يا ابني عدي. عدي يا حجة. ما فيش يا حجة. صوحكيش الشاحنة دي. Rolex, AirPod da, AirPod da, AirPod. لا ما شريعة. على فكرة يا اخواننا اي سايح جا مصر لازم يجي هذا السوق. هذا السوق اذا انت جيت مصر وما زرت هذا السوق معناه فاتتك مناظر كثيرة بالنسبة لإيجيبت، بالنسبة لأم الدنيا. Okay, okay, my friend. يمكن تعجبك. ربنا يرضيك يا ابني. شاي بالنعناع. يعني ممكن انت تلاقي رسمة بشكل خد يلا. دي فرصة ما تتعوضش. امال امتى بقى؟ على السنة الجاية مثلا؟ 这个 No sale otra vez. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاد أبوش عندما تسمع النداء لازم أن تطفي الكاميرا. تشاو مع السلامة. لايك شير تفاعل، عملوا مشاركة للفيديو، انتشر، خلينا نصل 100,000 مشارك يا شباب يا ولادي يا بناتي. يا الله يا لهم اللوكيشن. شايفين شايفين الجو، شايفين اللوكيشن هنا، شباك مفتوح يا معلم، عيش وانسى. شايفين الأشياء الجميلة دي، الحياة الحلوة دي بتاعت الجلسات العربية. والله نفسي آكل من السيدة اللي قدامي دي، يعني نفسها حتى لو طلب واحد يكون بس وفقا للزمن يعني.
أصوات جميلة خلاص. تفطر عشان صحة وهنا.